في زمن الحرب تنقل عدسات المصورين ومنصات السوشيال ميديا مشاهد التدمير والخراب، لكنها في الساحل الغربي تنقل مشاهد التعمير وطريق الشيخ محمد بن زايد الممتد من المخا إلى موزع ثم الكدحة وقريبا البرين في تعز، علامة فارقة على التحولات. هذا الطريق الممتد من البحر إلى الجبل ظل حلما يراود الناس في منطقة عاشت سنوات معزولة خلف الشمس، لتعود بهذا الإنجاز واجهة للبلد في ظرف شديد التعقيد. طريق الشيخ محمد بن زايد الممتد من مدينة المخا، الميناء البحري الذي اشتهر تاريخيا كميناء لتصدير البن، وقد سارت هنا القوافل التجارية المحملة بالبضائع القادمة من الشرق والغرب، يعود إلى سابق عهده لكن بشكل مختلف بعد أن شقت المقاومة الوطنية الجبال والسهول وكذا التلال، ليتصل السهل والجبل بالساحل وصولا إلى ميناء المخا وعدن. يحضر هذا الإنجاز في وقت كادت الميليشيا الإنقلابية أن تطبق حصارا شديدا وقاسيا على مدينة تعز، يكسر الطريق الحصار ليعاود التدفق ليلا والنهار بمختلف أنواع المواصلات، قاطرات المشتقات النفطية والغاز ووسائل النقل السياحية. ويربط الخط الواصل بين مديريات محافظة تعز الساحلية لتشتعل حركة سياحية، إذ تشهد المخا تدفق الكثير من الأسر التي تقصد البحر بظرف زمن قليل صار الوصول سهلا. التنمية المعادل الموضوعي للاستقرار، لكنها هنا تأتي في زمن الحرب والتدمير لتحيلها المقاومة الوطنية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعمير وتنمية.